التهاب الغدد العرقية القيحي مش مجرد دم العادي هنفتحه والسلام، ده مرض مزمن ومش حله انك تروح عند الجراح تفتح الخراج وتحط فتيل وخلاص على كده، لانه هيظهر تاني وتالت وعاشر وهتبقى كل يوم عند الجراح زي استاذ كامل بالظبط. والله ده الجراح ده كنت بشوفه اكتر ما بشوف عيالي. طيب يا استاذ كامل خلينا نركن موضوع الجراح ده على جنب ونفهم الناس نقطة بسيطة عشان ما يتوهوش مننا. كل الناس بيجي لها دمامل ودي حاجة طبيعية وغالبا ممكن يكون دم العادي والسلام وهناخد له علاج ويخف، لكن لو الدمامل دي متكررة وفي اماكن معينة وبقالها شهور او سنين بترجع تاني برغم الفتح والتنظيف والمضادات الحيوية، هنا نبدأ نشك ان هي ممكن تكون حاجة تانية زي التهاب الغدد العرقية القيحي. فعلا يا دكتور الدمامل عندي كانت كل لما افتحها بتزيد مش بتقل، يعني بفتح واحد يطلع لي 2